السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض التورتاية دي، وهنعمل مع بعض دستة جاتوه من الدقيق العادي. هنعملهم بكل تفاصيلهم ان شاء الله. الفيديو ده يعجبكم. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملناهم ازاي. انا معايا هنا ده الدقيق اللي انا بستخدمه، والسكر والبودر والفانيليا. هقول لكم المقادير بالتفصيل. معايا هنا نص كوباية مية ساقعة متلجة، كوباية الا ربع سكر. يبقى حطيت في الحلة بتاعة العجان نص كوباية مية ساقعة، وكوباية الا ربع سكر، واربع بيضات. البيضة حجمها كبير زي ما احنا شايفين كده. تمام. وحطيت هنا ده الفانيليا. هبدأ احط عليهم الفانيليا. لكل بيضة بحط كيس فانيليا. لكل بيضة بحط كيس فانيليا. المقدار ده ينفع في صواني. لو انت عايز تعملي تورتاية عالية ينفع من اول مقاس 20، 22، 24 كده، يعني هيديكي ارتفاع عالي. انا كنت عاملاها هنا في صينية مقاس 28، بحيث ان انا كنت ناوية اعملها دستة جاتو. تمام. حطيت هنا معلقة ونص محسن جل. بعد ما حطيت الفانيليا معلقة ونص ده محسن جل. اللي انا كنت بشيله ده المحسن لما بيبقى لونه ابيض، لازم يكون لونه شفاف. معايا هنا الدقيق بقى، ده الدقيق العادي اللي انا بستخدمه، حلو جدا بصراحة. وده بستخدمه في النواعم وفي التورت وفي كل حاجة، حلو قوي. خدت معايا هنا الكوباية دي، اول كوباية دقيق نخلتها. وهاخد كوباية الا ربع. يبقى المقدار اللي احنا هنعمله النهاردة كوبايتين الا ربع دقيق. يبقى الكوباية الاولانية نخلتها، ودي كوباية الا ربع. هنخلهم كده، وهاخد معلقتين كبار نشا. معلقتين كده مليانين حلوين كبار نشا. هنخلهم. ومعايا هنا ده كيك شيف او بيكنج باودر، باخد معلقة حلوة كده يعني مليانة. تمام. بقية الكيس اهو. لسه هنعمل مقدار تاني. انا هنا عملت مقدارين، وحطيت رشة الملح، وهقلب كل الحاجات دي مع بعض. شايفين المقدار اللي انا عملته معاكم ده؟ انا هعمله في صينية مقاس 28، وهعمل كمان مقدار. طبعا هنا ضربنا البيض والمية والفانيليا والمحسن والحاجات اللي حطيناها في الاول، ما شاء الله عليت كده. وهبدأ انزل بالدقيق معلقة معلقة كده زي ما انتم شايفين. وهديت العجان، يعني انا هديت العجان وبدأت انزل بمعلقة معلقة. تمام. حطيت الدقيق كله، هبدأ اسرع بقى هنا العجان شوية، هزود السرعة. وبعد كده هوقفه وابدأ بقى اخلط العجين. شايفين ما شاء الله اهو، ده الخليط كله. هبدأ اديله بس تقليبة كده، وشغل عليه العجان. انا مش هدني اعجن فيه كتير ولا حاجة، يدوبك هديله بس ضربة واحدة كده، واروح جاي موقفاه. شايفين القوام بتاعه ما شاء الله زي السبونج الجاهز بالظبط بالظبط. والمقدار ده مظبوط، حلو يعني، مظبوط جدا، حلو قوي. هبدأ بس اديله تقلبتين كده علشان اتأكد ان الدقيق كله اختلط، مفيش اي حاجة في العجان من تحت. اهو القوام بتاعه تقيل وحلو. معايا هنا الصينية دي مقاس 28. انا قصقصت الورق اللي هو الورق الزبدة او بديل ورق الزبدة اللي انا بستخدمه. دهنت بس الصينية من تحت كده بالخليط الكيك اللي احنا عملناه والحرف بتاع الصينية. وهبدأ احط الورق بتاع الزبدة. المقدار ده زي ما انا قلت لكم عملته في الصينية دي، وبعدين سويته وطلعتها من الفرن. عملت كمان مقدار، يعني عملت مقدارين. واحدة عليت معايا ارتفعت كده وكانت حلوة، والتانية يعني كانت بسيطة، مع ان هو المقدار واحد والتسوية واحدة وكل حاجة. بس سبحان الله، يعني صينية ما شاء الله طلعت كويسة قوي. وصينية طلعت ارتفاعها مش عالي، يعني مش عالي قوي. تمام. هنا ببدأ اخرج الفراغات بتاعة الهواء من الكيك. ما بتعمل الحركة دي بتبقى افضل يعني. وهديها خبطتين على الرخامة كده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. بتقعد معايا من ساعة لساعة الا ربع. زي ما انا قلت لكم عملت المقدارين، يعني ده المقدار، وده الصينيه الاولانيه اللي انا بفكها دي اول واحده اللي انا عملتها معاكم على فكره. ودي التانية ما شاء الله طالع ارتفاعها حلو. فانا اصلا كنت عاملاها على اساس ان انا هعملها جاتو. فلما لقيت ارتفاعها عالي قلت هعملها تورتايه. هنا قطعتها على المنشار على رقم 9. طلعت معايا 3 طبقات حلوين، يعني ال3 طبقات مرتاحين جدا. على المنشار على رقم 9. دي الطبقة التالتة، شلت بس الوش بتاعها. التانية طلعت معايا طبقتين زي ما احنا شايفين كده. دي الطبقة الأولى والطبقة التانية. وهبدأ أقشر الوش بتاعها. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعملوا لايك للفيديو. وتسيبولي كومنت حلو كده تشجيعي منكم. هنا أخدت أول واحدة اللي احنا هنعملها تورتاية تقريبا. اخدت اول رق كده وحطيت عليه، سقيته طبعا انا هنا بسقي بلبن
وعليه سكر ونقطة فانيليا، او ممكن تسقي بمية وسكر ونقطة فانيليا، ممكن تسقي بخليط اللي هو سيرب خفيف خالص. تمام. وحطيت الكريمة وحطيت حشوة شوكليت شيبس. وهنا حطيت الطبقة التانية وسقيتها يعني نفس الخطوات. وحطيت الحشوة برضو، هنا هحط شوكليت شيبس. زي ما انا قلت لكم الصينية دي مقاسها 28. تمام. دي الطبقة الأخيرة اهي. خلاص كده. هبدأ برضو أسقيها، وهبدأ بس أحط عليها من فوق. شلت بس دي قشرتها، وهبدأ أحط عليها من فوق كريمة. هبدأ أحط عليها من فوق شوية كريمة، لأني أنا كنت عايزة ألم الفرافيت بتاعة التورتاية، فحسيت إن هي مش متساوية، بدأت أسويها كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده ركنتها دلوقتي على جنب. قلت أعمل التانية الأول وبعدين أضرب لها كريمة أقفلها بيها. أنا هنا بس سويتها كده. اي كيك طالع حاسه ان هو بارز او طالع منها ببدأ اسويها. بس انا كده خلاص سويت التورتيه معايا. دي انا هركنها على جنب هنا كده خلاص، وهبدأ اشتغل في التانية اللي هي دستة الجاتوه. هحط بقى برضو نفس الخطوات كده. البورد معايا هنا رقم او البورد هنا مقاسه 30. اخدت الطبقة الاولانية وهسقيها، بظبطها بس وهسقيها بسيرب خفيف هنا او بلبن زي ما انا قلت لكم. وبعد كده حطيت طبقه حلوه محترمه كده من الكريمه، لان احنا هنعملها دست الجاتوه. وبعد كده انا حشيتها. الجاتوه بقى حابه تحشيه ما تحشيهوش، دي حاجه ترجع لك انت يعني. انا حطيت برضو فيه هنا شويه شوكليت شيبس كده، وهحط الطبقه التانية. وهسقي الطبقة التانية وهبدأ أقفلها بالكريمة. آخر شوية كريمة بقى هبدأ أحطهم عليها كده من فوق، وهقفلها من الجناب برضو. وبعد كده هرجع اضرب كريمة تاني للتورتاية الاولانية اللي احنا عملناها عشان نقفلها من الجناب. واقفلها خالص بقى، يعني اقفلها تقفيل تورتاية. وهنا دي دستة الجاتوه انا قفلتها اهي زي ما انتم شايفين. هرجع اقفلها تاني. على فكرة دي التقفيلة الاولانية، لسه هعمل لها كريمة واقفلها بيها. تمام كده. الخطوات بتاعتهم سهلة وحلوة قوي وما شاء الله. يعني بصراحة الكيك كان طعمه تحفة جدا جدا يعني بصراحة اللي أخدوها يعني شكروا فيها جدا. خلصت هنا كده ورجعت بقى. عملت كريمة جديدة. معايا تورتتين اهم. دي الاولانيه ودي التانية. انا بوريهم لكم. دي الاولانيه اللي انا كنت عملت الجناب بتاعتها اللي هي التورتايه، قفلتها بالكريمه. وبعد كده بدات بكيس الحلواني اوزع عليها كريمه علشان نقفلها بقى التقفيله النهائيه بتاعتها او التقفيله الاخيره. تمام. هبدا اقفلها كده بالسكلابر. هي وهنا بقى البورد يا دوبك كان على قدها بالظبط. المفروض دي كانت عايزه بورد اكبر شويه علشان تريحني في الشغل. هنا عملت زي ما انتم شايفين من فوق كده الحركه دي اللي هو الحلزون كده من فوق. وجبت ضغط ذهبي. بدأت احطه على الحرف. هو مش باينه قوي هنا بس انتوا هتشوفوها بعد كده مخلصها بس من هنا عشان الاضاءه مش مبيناها. هبدأ احط على الحرف بتاعها كده ضغط ذهبي. وبعد كده رشرشت عليها برضو بالضغط الذهبي كده بالفرشة اللي انا شغالة بيها. وهكتب عليها من فوق هابي بيرثداي داي بالكريمة. وبعد كده امشي عليه بالضغط. يعني انا كتبت بالكريمة نفسها، وبعد كده هبدأ امشي عليه بالضغط. هتشوفوها دلوقتي. هنا بس بنظف البورد، يعني البورد مش باين منه حاجة اصلا، بس يا دوبك بشيل الكريمة اللي باينة او اللي طالعة عليها على الاجزاء اللي هي ظاهرة. هنا زي ما انا قلت لكم كتبت بالكريمة الاول ومشيت عليها بالضغط الذهبي. ادت شكل حلو جدا. بعد كده بدأت اوزع عليها فراشات. انا كان معايا فراشات الوان كتير. انا حسيت ان اللون الموف الفاتح ده هيكون حلو عليها. بدأت أوزعها كده بالتدريج زي ما احنا شايفين كده. بدأت أوزعها عليها. ادت شكل حلو قوي. هي مش واضحة هنا بس أنا هوريها لكم. هوريها لكم من زاوية تانية هتبان دلوقتي وهتشوفوها. بسيطة جدا وسهلة، والتزيين بتاعها كان بسيط ورقيق جدا. هبدأ بقى أحط الفراشات كده بالشكل ده بس كده. والتورتيه بتاعتنا ما شاء الله شايفين ما شاء الله حلوة قوي. خلصت وجميلة وطلع رقيقة وهادية، ما فيش فيها شغل كتير. شغلها بسيط وما خدش معايا اي وقت. شايفين شكلها ما شاء الله حلو قوي قوي. هنبدأ بقى التورتيه التانية دستة الجاتوه التانية اللي معانا. المفروض دي اصلا كنت هعملها دستة الجاتوه على فكرة، بس لما لقيت ارتفاعها عالي فعملتها تورتيه. دي بقى دستة الجاتوه. انا ما كنتش عارفة احط على وشها ايه بصراحة، فده نوتيلا.
بدأت اعمل خطوط نوتيلا كده، وحطيت عليها دريب. النوتيلا كانت تقيلة شوية، كانت عايزة تتخفي شوية علشان يعني تنزل الدريب يكون كويس. الجو كان برد وقتها، وقت ما انا كنت بعمل الحاجات دي على فكرة، فعلشان كده كانت كمان النوتيلا بتمسك معايا. وعملت كريمة، وجبت هنا دي اللي بنعلم بيها الجاتو عشان تعلم التقطيع. انا علمت التقطيعة بتاعتها بس، وبدأت اوزع عليها شوية شوكولاتات كده من فوق، بحيث ان اللي اخدتها قطعتها هي، يعني انا علمت لها بس من فوق بحيث انها تقطعها تكون سهلة معاها. ودي التورتاية ما شاء الله طلعت حلوة جدا. شايفين شكلها بعد التفنيش الاخير وبعد ما خلصناها؟ جميلة جدا وسهلة وبسيطة يعني، وتزيينها رقيق جدا وبسيط، ما فيش فيه شغل كتير. ودستة الجاتو بتاعتنا اهي بعد ما خلصتها، حطيت عليها شوية كريز على كل قطعة جاتو، وواحدة شوكولاتة. يعني دي شوكولاتة دهنتها بالدست الذهبي، حطيتها عليها. والتقطيعة انا معلماها من فوق بحيث ان هي هتقطعها. دي كده دست الجاتو 12 قطعة زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله طلعت حلوة قوي. كل ده عملناه بالدقيق العادي، كوبايتين الا ربع دقيق واربع بيضات. ما شاء الله طلعوا معانا التورتيه القمر دي، وعملنا نفس المقدار عملنا بيهم دستة الجاتو. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي تعجبكم، بحبكم جدا جدا. اتمنى تعملوا جوله في قناتي وتشوفوا الفيديوهات اللي انا منزلاها، ان شاء الله تعجبكم. اسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.